لو سألت أي حد النهاردة إيه أكتر مجال مطلوب في سوق العمل، فهتلاقي الإجابة رقم واحد هي البرمجة. بس السؤال اللي أهم من كده، إيه هي أهم مجالات البرمجة اللي مطلوبة وخصوصا في الوقت الحالي؟ وإزاي تقدر تحقق ربح بالدولار من الإنترنت عن طريق مجال البرمجة؟ وهو ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة، فخليك معانا لنهاية الفيديو، لأن آخر مجال هنتكلم عنه أكيد أغلبنا ما سمعش عنه قبل كده، وهو يعتبر من أهم المجالات في الوقت الحالي. البرمجة مش مجرد أكواد بتتكتب على شاشة الكمبيوتر، بل إنها مهارة حقيقية لو أنت قدرت تتعلمها بشكل كويس هتفتح لنفسك أبواب فرص لا نهائية. والمجالات اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي دي أكتر المجالات اللي عليها طلب في سوق العمل حاليا. وأهم حاجة في الموضوع كله إنك تقدر تشتغل من خلال تعلمك لمجال البرمجة من البيت وتكسب فلوس بالدولار. فأنا عاوزك تركز معايا كويس علشان الكلام اللي جاي دلوقتي مهم جدا بالنسبة لك. لو جينا كده باختصار في الأول نقسم مجالات البرمجة لمجالات رئيسية، فهنلاقيها بتتقسم معانا لثلاث مجالات رئيسية. وأول مجال هو مجال برمجة الويب أو المواقع الإلكترونية، والمجال الثاني هو مجال برمجة التطبيقات والألعاب، والمجال الثالث هو مجال برمجة الذكاء الاصطناعي. فيلا بينا نشوف كل مجال فيهم بيتكلم عن إيه وإزاي تبدأ فيه. وأول مجال معانا هو مجال برمجة الويب، وده يعتبر من أكتر المجالات المطلوبة، لأن معظم الشركات في الوقت الحالي أو كل الشركات تقريبا بتبقى محتاجة إن يكون عندها موقع إلكتروني علشان تعرض عليه الخدمات اللي هي بتقدمها أو المنتجات اللي هي بتصنعها. وقبل ما نتكلم عن التخصصات جوه مجال برمجة الويب أو المواقع الإلكترونية، هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا للناس اللي أول مرة تسمع المصطلح ده أو ما تعرفش أي حاجة عن مجالات البرمجة. برمجة الويب بكل بساطة هو انك بتصنع الموقع اللي موجود على الانترنت. يعني مثلا موقع زي الواتساب او اليوتيوب او الفيسبوك زي ما شرحنا قبل كده في فيديو الانترنت، انت دلوقتي تقدر من خلال مجال برمجة الويب انك تصنع المواقع ديت. يعني مجال برمجة الويب هو المجال المسؤول او الناس اللي شغالين فيه هم دول اللي بيصنعوا او بيصمموا كل المواقع اللي موجودة على الانترنت، اللي هي تعتبر المكون الاساسي لشبكة الانترنت. فهنلاقي عندنا ان مجال برمجة الويب بينقسم لثلاث تخصصات او لثلاث فروع. والفرع الاول او التخصص الاول منهم هو الفرونت اند ديفلوبر او تصميم الواجهة الامامية للمواقع الالكترونية. وبشكل مختصر جدا ده الشخص اللي بيقوم بتصميم الموقع من ناحية الازرار والايقونات والمحتوى النصي او الصور او الفيديوهات اللي بتلاقيها على الموقع. يعني مثلا موقع زي موقع الفيسبوك، انت لو دخلت عليه بتلاقي عندك فيه بعض الازرار اللي بتضغط عليها وبتسجل بعض البيانات في المستطيلات او في الاماكن اللي بيطلب منك تكتب فيها بعض البيانات، وهتلاقي فيه نصوص ومنشورات وصور وفيديوهات. الشخص اللي بيصمم الموقع بالشكل ده بحيث انك تشوف الترتيب بتاع الواجهة بتاعة الموقع والازرار والالوان، هو ده الشخص اللي شغال في مجال الفرونت اند ديفلوبر او شغال في تصميم الواجهة الامامية للمواقع الالكترونية. وعلشان تقدر تشتغل في مجال الفرونت اند ديفلوبر بتحتاج انك تتعلم ثلاث لغات برمجية بشكل اساسي: لغة ال HTML ولغة ال CSS ولغة الجافا سكريبت. وعندنا التخصص الثاني من مجالات الويب او الفرع الثاني من فروع التخصصات اللي جوه مجال تصميم المواقع، وهو الباك اند ديفلوبر. هنا بقى انت مش بتتعامل مع الموقع اللي الناس بتشوفه قدامهم على الشاشات سواء على الموبايل او على الكمبيوتر، بل انك هنا بتتعامل في حاجة مخفية محدش بيشوفها، وهي قواعد البيانات الخاصة بالموقع والسيرفرات اللي بيبقى متخزن عليها كل الداتا والمحتوى الخاص بالموقع اللي انت هتشتغل عليه. فيبقى كده الفرونت اند ديفلوبر ده بيصمم الواجهة الامامية للمواقع، والباك اند ديفلوبر بيصمم الواجهة الخلفية، او بمعنى اصح بيتعامل مع قواعد البيانات وكل الداتا والمحتوى اللي موجود على السيرفرات الخاصة بالموقع اللي انت هتشتغل عليه. ولغات البرمجة اللي انت محتاج تتعلمها علشان تكون متخصص في مجال الباك اند ديفلوبر هي لغة البايثون ولغة البي اتش بي ولغة الجافا ولغة السي شارب. وعندنا التخصص رقم 3 في مجال برمجة الويب، وهو الفول ستاك ديفلوبمنت او الفول ستاك ديفلوبر. ان انت هنا بقى بتجمع ما بين الفرونت اند والباك اند. انت هنا بتصمم الواجهة الامامية للموقع، وفي نفس الوقت بتتعامل مع قواعد البيانات والمحتوى الموجود على السيرفرات في الموقع. يعني باختصار مجال الويب فيه تخصصين اساسيين، هو الفرونت اند والباك اند.
اما التخصص الثالث اللي هو الفول ستاك ده بيعمل شغل الفرونت اند مع الباك اند الاتنين مع بعض. والمجال الثاني اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده هو مجال برمجة التطبيقات. ومجال برمجة التطبيقات بينقسم لنوعين اساسيين او تخصصين اساسيين جوه مجال برمجة التطبيقات. والمجال الاول فيهم هو مجال تطبيقات الموبايل، ان انت بتصمم او بتبرمج التطبيقات اللي بتبقى موجوده على الموبايل سواء الاندرويد او الاي او اس اللي هو الايفون. والمجال ده هو المسؤول عن كل التطبيقات اللي موجوده على الموبايل بتاعك، سواء كنت معاك موبايل اندرويد او اي او اس، سواء العاب او برامج او ايا كان التطبيق اللي انت بتستخدمه عندك على الموبايل. كل التطبيقات ديت تقدر انك تعملها من خلال تعلمك لمجال برمجة تطبيقات الموبايل. ولو انت هتختار مجال برمجة تطبيقات الموبايل فانت ليك طريقين تمشي فيهم. الطريق الاول انك تتعلم لغة برمجة بتعمل التطبيقات للاندرويد وللايفون في نفس الوقت، والطريق الثاني انك تتعلم لغة برمجة للاندرويد بس وتبقى متخصص في تطبيقات الاندرويد، وتتعلم لغة للايفون او الاي او اس وتبقى متخصص في تطبيقات الايفون. اللغة المستخدمة في برمجة تطبيقات الموبايل الاندرويد والاي او اس او الايفون الاثنين مع بعض هي لغة فلاتر. اما لو انت هتشتغل في مجال واحد من المجالين الاندرويد او الاي او اس يبقى في مجال الاندرويد هتتعلم لغه كوتلين، وفي مجال الاي او اس او الايفون هتتعلم لغه اسمها سويفت. وهنيجي لتاني نوع دلوقتي من مجال برمجه التطبيقات وهي برمجه الالعاب. والمجال ده الناس اللي شغاله فيه هي اللي مسؤوله عن تصميم الالعاب سواء على البلاي ستيشن او على الكمبيوتر. كل الالعاب اللي موجوده ايا كان على البلاي ستيشن او على الكمبيوتر الشخص المسؤول عنها هو مطور الالعاب او المبرمج اللي شغال في مجال برمجة الالعاب. وعشان تقدر تكون مصمم العاب او تدخل في مجال تصميم الالعاب هتحتاج تتعلم حاجتين اتنين. اول حاجة تتعلم لغة برمجة وتتعلم المحرك الخاص بلغة البرمجة دي. يعني ايه؟ دلوقتي تصميم الالعاب بتحتاج انك تتعلم الاول لغة برمجية علشان تبرمج بيها اللعبة بتاعتك. والحاجة التانية اللي محتاج تتعلمها وهي انك بتاخد لغة البرمجة ديت وبتستخدمها على محرك، او خلينا نقول ان هو مثلا زي تطبيق كده بيمكنك انك تدخل الصور والتصميمات بتاعتك علشان تصمم اللعبة اللي انت عاوزها. ومحركات الالعاب عندنا محركين اساسيين وفي غيرهم كتير بس دول اشهر محركين في تصميم الالعاب. المحرك الاول هو يونيتي وبتستخدم فيه لغة البرمجة سي شارب، والمحرك الثاني هو محرك جودوت وبتستخدم فيه لغة البرمجة جي دي سكريبت. يبقى باختصار تخصص برمجة الألعاب بتحتاج إنك تتعلم محرك ألعاب وبتتعلم لغة برمجة علشان تستخدمها على المحرك ده. وبالشكل ده نكون اتكلمنا عن المجال الثاني من مجالات البرمجة وهي مجال برمجة التطبيقات. وأخيرا هنتكلم عن المجال اللي هيبهرك بجد وهو مجال برمجة الذكاء الاصطناعي. فلو أنت لسه ما بدأتش في أي مجال من مجالات البرمجة فأنا أنصحك بشدة إنك تتعلم مجال من المجالات اللي هنذكرها دلوقتي جوه مجال برمجة الذكاء الاصطناعي، لأن هو ده المستقبل الحقيقي فعلا على أرض الواقع لمجال البرمجة. ونقدر نقسم المجال ده لثلاث تخصصات أو ثلاث فروع أساسية. التخصص الأول وهو الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة، وده بيستخدم في تحليل البيانات وبناء التوقعات، وبيستخدم بشكل كبير جدا في الروبوتات اللي شغالة بالذكاء الاصطناعي. وطبعا احنا شفنا في الفترة الأخيرة تطور كبير جدا في مجال برمجة الروبوتات بالذكاء الاصطناعي عن طريق تعلم الآلة أو الماشين ليرنينج. وعندنا الفرع الثاني أو التخصص الثاني من برمجة الذكاء الاصطناعي وهي معالجة اللغة الطبيعية أو ال NLP. والمجال ده بيستخدم في حاجة كل الناس تقريبا سمعت عنها في الفترة الأخيرة وهي الشات بتاع الذكاء الاصطناعي زي الشات جي بي تي أو جيميناي أو الديب سيك مؤخرا. والمجال ده باختصار أنت بتتعلم شوية أدوات في البرمجة علشان تقدر تتعامل مع الكمبيوتر وتفهمه اللغة الطبيعية بتاعة الإنسان علشان يقدر يتجاوب معاها ويرد عليك بشكل طبيعي كأنك بتكلم إنسان حقيقي. والفرع رقم 3 أو التخصص الثالث من مجالات برمجة الذكاء الاصطناعي وهي رؤية الكمبيوتر أو الكمبيوتر فيجن. والمجال ده هو المسؤول عن تحليل الصور وتحديد وجوه الأشخاص في الصور، أو تحديد أي عنصر أو أي حيوان أو أي شيء معين أنت بتحدده للكمبيوتر يتعرف عليه من خلال الصور. ومؤخرا المجال ده اتطور لدرجة ان انت تقدر تعمل صور من الصفر باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني انت بتدي للكمبيوتر نص او جملة بتوصف فيها حاجة معينة او بتصف صورة، وهو يقدر ان هو يكون الصورة ويتخيلها ويديك صورة في النهاية. المجال المسؤول عن الفكرة ديت هو مجال رؤية الكمبيوتر او الكمبيوتر فيجن.
واخيرا ملخص الحوار اللي احنا بنتكلم فيه ده كله ان مجالات البرمجه اللي مطلوبه في سوق العمل هي 3 مجالات اساسيه. اول حاجه برمجه الويب او المواقع الالكترونيه، وتاني حاجه برمجه التطبيقات والالعاب، وتالت حاجه برمجه الذكاء الاصطناعي. وزي ما قلنا ان برمجه الويب بتنقسم ل3 فروع. اول حاجه الفرونت اند او تصميم الواجهه الاماميه للمواقع، وتاني حاجه الباك اند اللي هو بيتعامل مع قواعد البيانات وبيتعامل مع السيرفرات الخاصه بالموقع، وتالت حاجه وهي الفول ستاك ديفلوبر او الشخص اللي بيشتغل في الحاجتين الاتنين مع بعض، ان هو شغال فرونت اند وباك اند، بيصمم الواجهه الاماميه للموقع وكمان بيتعامل مع قواعد البيانات والسيرفرات الخاصه بالموقع اللي هو شغال عليه. اما مجال برمجه التطبيقات فهو فيه نوعين اساسيين او فرعين اساسيين، برمجه الموبايل وبرمجه الالعاب. وزي ما قلنا ان برمجه الالعاب فيها نوعين اتنين من البرمجه، وهي الاندرويد او الاي او اس او الايفون. اما بقى مجال برمجه الذكاء الاصطناعي اللي هو اكتر مجال انا بفضله في المجالات دي كلها، في 3 تخصصات او 3 فروع. واول نوع فيهم وهو برمجه تعلم الاله او الماشين ليرنينج، وزي ما قلنا ده بيستخدم في الروبوتات اللي شغاله بالذكاء الاصطناعي. وتاني نوع هو الان ال بي او معالجه اللغه الطبيعيه، وزي ما قلنا ان التخصص ده هو المسؤول عن وجود حاجه اسمها الشات جي بي تي. اما ثالث نوع من انواع برمجه الذكاء الاصطناعي وهي الكمبيوتر فيجن او رؤيه الكمبيوتر، وزي ما قلنا ان المجال ده هو المسؤول عن تخيل الكمبيوتر وانشائه للصور من الصفر عن طريق انك بتديله نص بتوصف فيه الصوره اللي انت عاوزها. ودلوقتي لو انت مهتم بمجال من المجالات اللي احنا قلناها في الفيديو ده ومحتاج انك تبدا فيها او تعرف عنها اكتر، اكتب لنا في التعليقات ايه هو المجال اللي انت مهتم بيه او محتاج تعرف عنه اكتر علشان نعمل عنه فيديو بعد كده ان شاء الله. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناتنا ويوصلك الفيديو الجديد الاسبوع القادم باذن الله. واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.